ان انا عندي قانون نهى لما السين تقول لألف. ركزوا بقى معايا، 4 شروط في القانون العام، 4 شروط. سين أس نون ناقص ألف أس نون على سين ناقص الألف. فين ال4 شروط دول يا مستر نادر؟ ويا ال4 شروط يا بلاش، 3 شروط بس ما ينفعش، يا ال4 على بعض يا بلاش. اهم، لازم السين اللي هنا زي السين اللي هنا زي السين اللي هنا، ده اول شرط. يعني ايه يا مستر نادر السين اللي هنا زي السين؟ يعني ما ينفعش يبقى فوق 2 سين وتحت سين، ما ينفعش. لازم لو فوق 2 سين تحت 2 سين، فوق 10 سين تحت 10 سين، فوق عفريت سين تحت نفس العفريت. يبقى دي اول شرط، السين اللي قدام السين زي اللي قدام السين زي اللي هنا. تاني شرط، الالف زي الالف زي الالف اللي هنا، او العدد يعني العدد زي العدد زي العدد اللي هنا. ادي تاني شرط. تالت شرط، لازم الاشارة اللي في النص اللي تبقى زي بعض وسالب، يعني ما ينفعش تبقى موجب، وهيوريكم لما تجيلنا موجب هنعمل فيها ايه. يبقى تاني الاشارة اللي في النص فوق وتحت لازم يبقوا زي بعض وسالب، ده تالت شرط. رابع شرط، الأس زي الأس، نون زي النون، العدد اللي هنا لازم يبقى زي العدد اللي هنا. معلش يا مستر نادر قول ال4 شروط تاني، هقول لكم عينيا الاتنين حاضر. لازم السين تبقى زي السين زي السين، يعني بقصد العدد اللي قصادها، ادي اول شرط. تاني شرط، الالف زي الالف زي الالف، وهتبقى في المسألة رقم طبعا. تالت شرط، الاشارة اللي في النص زي بعض ولازم تبقى سالب. تالت شرط، رابع شرط، الأس زي الأس. قال لي لما الاقي ده نعمل ايه؟ بقول كده، الأس اللي فوق اللي هو نون على الأس اللي تحت، ما هو هنا كأن فيه على الألف ده أس واحد، الأس على الأس يبقى نون على واحد نون، الأس على الأس يبقى نون على واحد نون في العدد اللي هو ألف، واطرح الأس ناقص الأس. ليه أطرح الأس ناقص الأس؟ لأن في حالة القسط كأننا بنطرح الأسس، يبقى نون ناقص الواحد. ادي شكل القانون العام. لازم يا جماعة الشروط، ده القانون العام. قال لي عليه نتيجة، عليه نتيجة. ايه النتيجة؟ بصوا نتيجته، انها لما السين تقول لألف، سين أس نون ناقص ألف أس نون على سين أس ميم ناقص ألف أس ميم يساوي ايه ده؟ قال لي هو القانون، بس عارفين الاختلاف ايه؟ القانون العام بيكون الأس بتاعه تحت في المقام واحد، انما النتيجة هيكون أس تحت غير الواحد. بس ما بقوش 4 شروط، بقوا 5 شروط. فين هما؟ سين زي السين زي السين، ادي شرط. ألف زي الألف زي الألف، ادي شرط تاني. الإشارة في النص زي الإشارة في النص وسالب، ادي شرط تالت. الأس اللي فوق زي الأس اللي فوق، شرط رابع. الشرط الخامس، الأس اللي تحت زي الأس اللي تحت. والطريقة هي الأس على الأس يبقى نون على ميم في العدد ألف، واطرح الأس ناقص الأس، نون ناقص الميم. اهو ايه اللي احنا عملناه ده؟ نتيجة القانون العام. طب ثواني عليا يا مستر نادر، افرق ازاي بين القانون والنتيجة؟ القانون بيكون تحت أس واحد، النتيجة بيكون تحت أس غير الواحد. واحنا لعبنا كله على الشروط، لعبنا كله على الشروط. يعني احنا هنحقق الشروط ازاي؟ ده احنا هنفبرك فبركة رياضية جميلة دلوقتي. طب بطل رغي يا مستر نادر ونشوف امثلة. بس ايه رأيكم قبل الامثلة حد عنده اي استفسار في القانون؟ كله تمام؟ تمام، نشوف امثلة عشان تثبت في دماغنا. المثال بيقول اوجد قيمة نهى لما السين تقول ل2، شرطة كسر فوق في البسط سين أس 5 ناقص 32 على سين ناقص 2.
طبعا اول خطوة لا جدال خطوة التعويض المباشر. يلا نعوض تعويض مباشر. اشيل السين واشيل النها. هنعمل 2 أس 5. يعني ايه 2 أس 5؟ يعني 2 مضروبة في نفسها 5 مرات، واحنا عندنا على الآلة زرار الأس. 2 أس 5 هتلاقوها 32. لسه ناقص 32 اللي موجودة. على 2 ناقص 2 يبقى 0 على 0. ده كمية غير معينة. يا لهوي يا لهوي. طب وبعدين يا مستر نادر انا هسأل سؤال، ايه رأيكم في نص 5 دي؟ تحليل. في نص 5 ناقص 32 تتحلل؟ ابدا. تتعمل اسم مطولة؟ ابدا، لان احنا اتفقنا أس 4 فاكثر ما ينفعش اسم مطولة. يبقى المسألة بتنطق وتقولك انا قانون عام. صح؟ منين؟ من الأس. انا بغش الحل من الأس. حلو قوي. بس هل كل الشروط متحققة؟ تعالوا نشوف. انها لما السين تقول ل2 انا عندي شرطين مش متحققين وشرطين متحققين. السين زي السين زي السين ده شرط متحقق. السالب زي السالب ده شرط تاني متحقق. لكن العدد اللي هنا مش زي العدد اللي هنا. الأس مش زي الأس. هنعمل ايه يا نوران؟ هو يا أستاذ ناقص أنت قلت 2 س ناقص 5 ناقص 2 كل أس 5 على إنها بالفرق على س ناقص 2. بالظبط. هنا في برافو عليك. هنا في ناس حافظه ان ال 32 2 أس 5. طب والناس اللي مش حافظه في لو جت ارقام كبيره، انا بقى بحب اسميها فبركه رياضيه عافيه. هنحل عافيه ومحدش هيعرف يمسك لنا غلط. ادي س أس 5 وتحت س. الشرط الاولاني متحقق، س زي س، سالب زي السالب. لكن 32 هاجي بصي يا ايه هعمل ايه؟ هاجي ال 32 اكتبها عافيه 2 عشان تبقى زي الاثنين اللي تحت عافيه كده، واديها عافيه 5 أس 5 زي اللي فوق. هتقولي طب انت كده يا مستر نادر غيرت في المساله. لا والله، لو عملتي على الاله 2 أس 5 هتلاقيها ب 32 يبقى فضلت زي ما هي. بس كده الاربع شروط تحققهم. يبقى نقول له الأس على الأس 5 على الواحد 5 لأن ده القانون العام. في العدد 2 اللي هو كأنه ألف يعني، والأس ناقص أس 5 ناقص 1 يبقى 5 في 2 أس 4. يبقى 5 في 2 أس 4 16. 5 في 16 ب80. كمية معينة. خلصت المسألة. مسألة جميلة 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 وبنلعب قاعدين بنلعب فبركة رياضية سليمة. صعبة؟ اعتقد لذيذة قوي وسهلة قوي. انا بس بحقق الشروط بس. بتشوفوا الشروط اللي ناقصة وتحققوها. لو وصلت يا آية ونوران اشوف علامة الصح. تمام. طب ما تعلى بالافكار شوية يا مستر نادر. اقول لكم حاضر. نشوف السؤال اللي بعده. اوجدي قيمة نها لما السين تقول ل3 شرطة كسر فوق في البسط. س أس 5 ناقص 243 على تحت س أس 3 ناقص 27. طبعا لا جدال يا جماعة، لا جدال. اول خطوة خطوة التعويض المباشر، ده امر خلاص مفروغ منه. 3 أس 5 على الآلة، 3 مضروبة في نفسها 5 مرات ب243. لسه ناقص 243 اللي موجودة اصلا. و3 أس 3 27 ناقص 27. ايه ده طلعت 0 على 0. يعني كمية غير معينة. خير يا آية.
مش ممكن تقول ايه انا مش سامع حاجة والله، عايز اعرف انت بتقولي ايه. طيب ممكن تعيدها تاني؟ المسألة اللي فاتت ولا اعيد التعويضة دي؟ لا التعويضة. عينيا حاضر. بصي يا ايه، انا هعملها لك واحدة واحدة، هعملها لك واحدة واحدة التعويضة دي عشان تفهميها جت منين وجت ازاي، اصلها وفصلها. انت هتشيل أس 5 ناقص 243 اللي موجود، وتحت 3 أس 3 ناقص 27. هتعملي على الآلة 3 أس 5. انت قالتك اف اكس ايه يا ايه؟ 500. حلو اوي. عندك على الآلة زرار كده اكس وعليه مربع فوق، اكتبي 3 ودوسي الزرار ده هيطلع لك مربع فوق اكتبي عليه 5 تطلع 243. مظبوط الكلام؟ مظبوط. يبقى نقول له كده بقت 243 ناقص 243 على 3 أس 3 دي مش محتاجة 27 ناقص 27 يبقى 0 على 0 كمية غير معينة. ايوه كده يا جماعة، اللي يقعد تقف قصاد اي حاجة ما تكتسفش تسأله. اوه طب ده ايه ده بقى؟ ده أس 5 كبير، يبقى تحليل ولا اسم مطولة ولا قانون عام؟ اكيد قانون عام. بس في ناس تقول لي ايه، تستنى عندك واقف عندك. ايه ده يا مستر نادر؟ ده اللي تحت ده تحليل. بس اللي فوق مش تحليل، واحنا القانون العام ما ينفعش حتة تحليل وحتة قانون عام، القانون عام على بعضه بسطا ومقاما على بعضه. بس انا هسأل سؤال، هل ده قانون عام ولا نتيجة؟ ده قانون عام ولا نتيجة؟ ايه قانون عام ولا نتيجته؟ لا احنا اتفقنا لما يكون أس تحت غير الواحد يبقى نتيجته، وتحت في س أس كام؟ يبقى ده النتيجة. نبدأ عملية الفبركة الرياضية السليمة اللي محدش يعرف يمسك علينا غلطة. ايه ده هتفبرك؟ والله. يلا نحقق الشروط. س أس 5 زي س أس 3 س زي س، انا بتكلم على اللي قدامها، قدامي الس واحد هنا وهنا، سالب زي السالب. انا عايز اللي فوق يبقى زي اللي تحت زي التلاتة اللي بتقول اليها، اعملها. عايز اللي فوق زي اللي تحت زي التلاتة اللي بتقول اليها، هعملها كده عافية، فوق 3 وتحت 3 عشان تبقى زي التلاتة دي، واديها 5 واديها 3. ايه ده هو انا غيرت حاجة كده؟ لا والله، لو عملته على الآلة 3 أس 5 243 ما غيرتش حاجة، و3 أس 3 27 ما غيرتش حاجة، بقت شكل النتيجة. يبقى الأس على الأس 5 على 3 في العدد 3، واطرح الأس ناقص الأس 5 ناقص 3. ده القانون قال كده. يبقى 5 على 3 و3 5 ناقص 3 2 يبقى 3 أس 2. يبقى 5 على 3 في 3 أس 2 ب9. نختصر على 3 فيها الواحد على 3 فيها 3. 3 في 5 ب15 كمية معينة.